المعلم يوفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. من هذا الباب ومن هذا المنطلق نقوم في جمعية سيدرا للثقافة والرياضة سلسلة تكريمات لكافة مدارس كفر قاسم، ومن ضمنها مدرسة الغزالي الابتدائية. وهذا القليل الذي يمكننا أن نقدمه للمعلم لنشكرهم، وبالأخص في المدارس الابتدائية. يعني أنا الأغلبية أنا يعني معلمات ما شاء الله، هي أكثر تربية مما هي تعليم، حتى بالأخص في الابتدائية. فهذا القليل الذي يمكن أن نقدمه لكم، فشكرا جزيلا لجميع المعلمين، جميع المعلمات، جميع المدرسين المربين والمربيات على ما تقدموه في بناء أجيال المستقبل في مدينة كفر قاسم. يعني على إثر يعني كيف أجت هذه الفكرة من التكريمات على إثر حادثة القتل اللي صارت في مدينة باكر الغربية، راح فيها ضحية مدير مدرسة في باكر الغربية. التقينا في جمعية سيدرا للثقافة والرياضة على أن نقوم في أمر مختلف في مدينة كفر قاسم، على أن نكرم المعلمين والمربين والمدرسين في كافة مدارس كفر قاسم. فشكرا جزيلا لكم. يعني هذا بجوز يعني زي ما قلت القليل الذي يمكن أن نقدمه، ونحن لن نقصر كجمعية، لأن المدرسين والمعلمين هم الأساس في بناء الأجيال، بالأخص أجيال وفي مدينة كفر قاسم. فشكرا جزيلا لكم معلمتي. ويعني مندوب عن بلدية كفر قاسم الأستاذ حمادة. السلام عليكم، مسيكم بالخير جميعا. مسيك بالخير مديرتنا ام احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في هذا الموقف او في هذا الحدث من تتويج او لقاء بين جمعيه ثقافيه في كفر قاسم لبين مؤسسه تربويه في كفر قاسم، لا يسعنا الا ان نقول ما شاء الله والحمد لله، وما بدنا حدا يحسدنا في قطريا ولا في اي بلد. كفر قاسم بخير يا جماعه الخير، وهذا العمل جمعية سيدرا والقائمين عليها كل الاحترام لكم، الله يعطيكم ألف عافية. بلدية كفر قاسم، رئيس بلدية كفر قاسم اللي اعتذر عن وجوده لأنه موجود خارج البلد في مكان، تحييكم وبتشد على ايدكم. هذا التناغم والتمازج بين مؤسسة تربوية في كفر قاسم لبين جمعية تربوية في كفر قاسم، هذا إشي غير مفهوم ضمننا، بالعكس غير مفهوم ضمننا. التمازج هذا والتناغم بين وجود جمعية داعمة لبين مؤسسة تربوية موجودة في كفر قاسم، كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية. باسم رئيس بلدية كفر قاسم احنا داعمين ونستمر في الدعم لجمعية سيدرا والقائمين عليها، كمان لمؤسساتنا التربوية ولمدراءنا ومديراتنا، واللي بحيي بناء المستقبل، بناء الإنسان، بناء المجتمع. مين أفضل من إن نحيي ونكرم أكثر من معلمينا ومديرينا؟ بارك الله فيكم. هذا التمازج والتناغم ما هو إلا شجرة. كفر قاسم وأولادها مستقبلها بخير، وكلياتنا نستظل إن شاء الله تحت هذا الظل. بارك الله فيكم ومشكورين، ويعطيكم ألف عافية محمد وتامر والجميع. بارك الله فيكم. مشكورين. بداية احنا نفتخر ونعتز بجمعية سيدرا بقيادة الشبابية أحمد بدير وتامر صرصور. صراحة هي مش مفهوم ضمننا، هي لفتة كثير طيبة، ويعني الفريدة من نوعها. نشوف زي ما حكى الأخ حمادة التناغم هذا مش مفهوم ضمننا. فنشكركم جزيل الشكر على دعمكم لطواقم المعلمين والطلاب، انه وقفي جنب المسيره التعليميه التربويه في كفر قاسم بشكل خاص، هذا شيء كبير وعظيم. نسال الله ان يكون في ميزان حسناتكم، ونتامل انه يكون كمان تستمروا في هذه الجهود، لان احنا نحتاج لهذا الدعم عشان نقدر نواصل عملنا ونعطي اكثر. فشكرا جزيل الشكر لكم، انتم مثل يحتذى فيه لدعم التعليم في كفر قاسم ونشر الامل والبصيص الامل هيك لكلياتنا احنا كمعلمين وكطواقم تدريسيه. فشكرا لكم من الاعماق. نقدم لكم الاستاذ احمد تامر تفضل. هي جزء هيك رمزي بسيط بالعبد. عمتك هذه لكم ألف عافية. معلمينا معلماتنا، صحيح معلم واحد
اثنين في واحد في اثنين اخرى واحد غايب. فمعلماتنا ومحمد محمد قائدي في مجال التربيه والتعليم، وبتظل دائما مع طاقمها ومع مدرستها دائما متالقين ودائما في الطليعه. كل الاحترام لمعلمينا ومديرتنا على اللي بتقدموه لاولادنا والرعايه لاولادنا. هذا اللفت اللي اجت من جمعيه سدرة ما هي الا تعبير عن شكرنا وامتناننا كاهالي للي بتقدموه لابنائنا وبناتنا بالذات في التربيه، وايضا القاسي والداني يشهد للانجازات في مجال التعليم. فمهم عندنا اليوم نأكد ونركز على مجال التربيه، لانه في هنا في خلينا نقول استمراريه لما جمعيه اللي بتهتم بالشباب وبالذات اللي هي في مجالات اللي هي ثقافيه، على سبيل المثال دوري كره القدم للشباب اللي على مدار السنه الثامنه احمد العاشرة بيكونوا فيها. فهذه مكمله للساعات اللي في النهار. فهذه رساله واضحه انه كل كفر قاسم تقف صف واحد من اجل انشاء جيل خلينا نقول مربى مش بس مثقف، اللي لهذا السبب مشان ما نشوف ظواهر العنف اللي بنشوفها للاسف الشديد في المجتمع العربي وفي كثير بلاد. هذه رساله واضحه لكل اهالي كفر قاسم، لكل المجتمع العربي، انه يجب ان نقف صفا واحدا. طبعا مع الهرم بلديه كفر قاسم بكل طاقمها، رئيسها ونوابها واعضائها وموظفيها وقسم التربيه والتعليم فيها وقسم الرياضه فيها موجود معنا الاخ نيكسون، وايضا كل اطياف المجتمع من مؤسسات تربويه رسميه مثل مدارسنا ومعلمينا، وايضا جمعيات اللي هي خلينا نقول تطوعيه اللي هي تهتم في شبابنا. فمشكورين باسم كل هذه كفر قاسم، بنكون مشكورين جمعيه سدرة على هذه اللفته الطيبه المباركه اللي ان شاء الله بتبقى مثل يحتذى به في كفر قاسم وخارج كفر قاسم. مشكورين محمد مع كل المعلمات المجتهدات على هذا العطاء اللي بتقدموه هنا، وانا متابع معكم على مدار بالذات هذه المدرسه اللي اخذتي بسموه اكبر غنيمه في مدارس كفر قاسم. هذه المدرسه اللي الكل تربى فيها، كل الاجيال تربت فيها. فانت اخذت مركز وصرح معالم قويه، وانت قدرتي مع طاقمك دائما حتى تملي فحوى بنجاحات وتألق. فمشكورين معلمينا ومعلماتنا، ومشكورين طاقم سدرة، الاخ تامر المتألق والاخ احمد اللي هي دائما مواظب ودائما عنده افكار ابداعيه. فكل الاحترام، وان شاء الله ظل لقاءاتنا ان شاء الله في المناسبات اللي هي خلينا نكون سعيده، ما نرجع للايام اللي كانت لقاءاتنا مع المدارس اللي هي اضرابات بسبب حالات العنف. فهذه كل الاحترام، وان شاء الله هذا المثل يحتذى فيه في بقيه البلدان ان شاء الله. شكرا محمد على حسن الضيافه، يعني عن جد شيء كل اللي بيجوا وين دائما بنبسطوا وبيطلعوا بيقولوا لنا نرجع. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. بالاضافه للي حطيناه على الطاولات اللي هو يعني شيء اكيد قيم وكلمه حلوه صراحه عجبتنا. هذا من جمعيه سدرة الثقافه والرياضه على المجهود الكبير الذي تقومون فيه في مدرسه الغزالي ومدارس كفر قاسم عامه. شكرا جزيلا. شكرا لكم عن جد، شكرا من الاعماق. نتمنى انه تستمر مسيره العطاء، فبلدنا تستحق، ونحن نفتخر ونعتز بشباب بقياده شبابيه، تامر واحمد وباقي الجمعيه. كمان اين كبارنا على الراس اللي بيدعمونا وسند لنا، دمتم سندا وذخرا لكفر قاسم، وعلى الراس دائما يا رب. الله يرضى عليك. السلام عليكم. أنا طالبة جواد من الصف الثاني باء، مربيتي آلاء عيسى. ما هو
أول شيء بقول شكرا لجميع المعلمين على قديش هم بيتعبوا لنا، على قديش هم كثير بيتعبوا عشان يعطونا إشي نستفيد منه ونتعلم وخلونا إحنا من أشطر الشاطرين. شكرا كثير لكم. أنا جنة بنت أحمد. أنا اليوم جيت بتشكركم. أول شيء بتشكركم على تلبية دعوتكم إنكم جيتوا، بتشكر طاقم سيدرا وبتشكر مديري. وأنا كطالب يعني أنا صف تاسع في مدرسة ابن سينا. أنا يعني بشوف قديش المعلمين إنه بيعطوا مجهود مشان يعطوا أحسن صورة. فإذا إحنا خلينا نكون إعداديين نقدر نكون إحنا يعني شوي واعيين وبتطلب مجهود كثير، فشحال ما نكون انتم يعني ابتدائيه فهذا الشيء باخذ يعني مجهود اكثر. فانا بتشكركم يعني، وان شاء الله يعني انا بتشكر جمعيه سدرة على اللفته الحلوه هذه، وان شاء الله هذه اول مره بس ان شاء الله مش اخر مره، ونتمنى انكم شكرا.